السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل كده سلطة الحاتي، وكمان نعرف سر مية السلطة اللي كلنا بنروح محلات او مطاعم يعني كبيرة وبنطلب مية السلطة دي بالذات. هنعرف ان شاء الله السر بتاعها، وطبعا السلطة بتاعتنا مفيهاش افتكاسة، يعني سهلة ومقاديرها بسيطة جدا. يلا بينا بقى علشان نشوف مكونات السلطة بتاعتنا النهاردة وهنعملها ازاي، وايه التوابل بالظبط اللي هنحطها عليها. في البداية خالص عندي البولة بتاعتي او الطبق اللي هعمل فيه السلطة، هبدأ ان انا احط فيه كنت مقطعة خياراية كده كبيرة شوية، وكمان فلفل رومي اخضر، وكمان 5 طماطميات. كل حاجة مقطعاها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. وكمان بقى كان عندي قرن فلفل كده مشطشط يعني، حطيته كده علشان يغنيني عن الشطة الحمراء، ان انا محطش شطة حمراء في الاخر يعني. وكمان بصلايه كده متوسطه قطعتها وسط، ولا ناعمه قوي ولا كبيره قوي. وكمان عندي بقى حزمه كده خضره مشكله، بقدونس وكزبره وشبت، قطعتها برضو صغير وحطيتها. والدريسنج اللي انا بحطه ده عبارة عن معلقة صغيرة من الكاتشب، وكمان عليها معلقة من السكر، ومعلقة او معلقتين كده من مية البصل، وملح وفلفل اسمر. بس كده حطيتهم دوبتهم على بعض، ورحت حطاهم على السلطة بتاعتي. وكمان بقى معلقة كبيرة كده من زيت الزيتون. وكمان عندي 4 معالق من الخل. خدوا بالكم الخل عليه عامل كبير جدا في الطعم الحلو بتاع السلطة، وكمان مية السلطة. وحطيت بقى نص معلقة كده من الفلفل الأسمر، نص معلقة من الكمون، معلقة صغيرة أو معلقة ونص كده صغيرين من الملح. وعندي ليمونة برضو من الأساسيات بتاعة السلطة طبعا. شلت البذر كده وبدأت إن أنا أعصر الليمونة. على فكرة الليمون الأصفر الأيام دي جميل جدا ما شاء الله، بيبقى مليان مية حلوة قوي يعني. هنعصر كده الليمونة. وكمان هنجيب بقى مج كده من المية، مج كامل من الميه، وهنزود كمان يعني زياده عن المج كمان. هنقلب كده كل محتويات السلطه بتاعتي. بصوا الميه بتاعتها. طبعا الدريسنج اللي انا حطيته ده يعتبر سر من اسرار السلطه شويه، بيخليها فعلا بتديني اللون بسرعه اللي انا عاوزاه. وكمان بصوا ميه السلطه تحفه، اللهم بارك، يعني طالعه جميله جدا. مش محتاجه بقى ان انا انقع فيها سلطه، يعني ممكن اعملها على طول، ووقتي على طول ابدا ان انا اكل السلطه واشرب الميه بتاعتها، مفيش اي مشكله. اهي زي ما انتوا شايفين، بصوا طالعه جميله جدا، اللهم بارك. كده خلاص خلصنا سلطه الحاتي وطلعنا كمان استقلانس اللي بيقولوا عليه، اللي هي ميه السلطه يعني. دي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى تعجبكم. جربوا الطريقه ان شاء الله وهتطلع بالنتيجه التحفه اللي انتوا شايفينها دي. يا ريت لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم.